الشرطه جت دلوقتي في تجمعات وانضمت للمنصه والمتظاهرين. الافراد دلوقتي جايه بتعبر عن رايها ان هي متضامنه مع الشعب المصري وهي مش ضدهم. هي كان في الثوره الاولانيه كان الشعب المصري كان مفكر ان الشرطه ضدهم، هي ما كانتش ضدهم لانها بتخدم النظام. اصبح ان النهارده النظام اصلا عايز يخدم نفسه، ما يخدمش الشعب ولا يخدم افراده. فبالتالي الشرطه واعيه بهذا المره الاولانيه. انا شايف هي مش كذا، هي كذا اداره تبع المديريه، مش اداره واحده. مديريه واحده. شايف مرور وشايف نجده وشايف جمال الاداره. كل ممثلين المديريه بفئاتهم سواء كانت النجده او المرور او ديوان المديريه او اي اسم. وانتوا بتمثلوا نادي افراد الشرطه ولا جايين؟ نادي افراد الشرطه او مديريه امن الالويه. طب المدير الامن كان عنده اعتراض على خروجكم او عرض خروجكم؟ مدير الامن ما عندوش اعتراض على نزولنا او تضامننا مع الشعب، طالما احنا بنتضامن مع الشعب ما بنتحش لاي فئه او فصيل من الفصائل السياسيه اللي في المجتمع. وانتوا دلوقتي مش معطلين شغلكم، انتوا دلوقتي في وقت راحه. احنا معظم الناس اللي موجوده في وقت راحتها مش وقت شغل. واعتقد زمايلكم هم اللي شغالين دلوقتي لو في راحه كانوا جوه متضامنين معاكم برضه. متضامنين معانا، وفي اي وقت هيكون في راحات ليهم برضه هينزلوا يتضامنوا مع الشعب المصري وهم كلهم مع الشعب المصري مش ضده. تعرف عليه؟ الشرطه والجيش ايد واحده، الشرطه والجيش ايد واحده. تعرف عليه؟ انت جاي بدافع من نفسك ولا جاي عشان نادي الشرطه وجاي بتضامن؟ لا انا جاي مع الشعب. مع الشعب انا جاي مع الشعب. انا جاي مع الشعب. هو جاي متضامن مع الشعب. جاي متضامن مع الشعب. كلنا متضامنين مع الشعب. كلنا متضامنين مع الشعب عشان احنا مش شعب. احنا مش شعب، عشان الشعب حاسس ان هو يخاف مننا، احنا نقول له احنا ما تخافش مننا لان احنا منكم واحد مننا. ومعانا ظباط. كلنا واحد شخص. ومعانا ظباط. ايوه في ظباط هنا معانا. النظام في ظباط سعادتك اهي. مصطفى بيه في اثناء الخدمه. كلنا ايد واحده، الشعب والشرطه كلها ايد واحده. تعرف على حضرتك يا فندم؟ الملازم هو مصطفى مع ظابط مديريه امن الالويه. حضرتك تقولي النهارده عن تلاحم قوات الشرطه قوات مديريه امن الالويه مع المتظاهرين. كل اللي اقوله ان الشرطه والشعب نسيج واحد، لن يتفرق ولن يستطيع احد ان هو يفرق الشعب عن الشرطه. احنا اخواتكم واحنا منكم، احنا كلنا نسيج واحد. الشعب المصري الجيش، شرطه، شعب، كلنا واحد. ورد ايه رد فعل حضرتك على بيان الارقام القوات المسلحه منذ قليل؟ الفريق الاول عبد الفتاح السيسي راجل محترم وراجل قدر الموقف وقدر اراده الشعب المصري. شكرا يا فندم. تعرف على حضرتك؟ هاني ممدوح. رقم مديريه امن الالويه. تقول ايه عن تلاحم الشرطه مع الشعب النهارده؟ احنا يا غبي الشرطه والشعب ايد واحده، واحنا جايين نحمي المتظاهرين دول واحنا معاهم قلبا وقالبا. واحنا مع الشعب وخدامين الشعب، والناس دول احنا منهم واحنا خدامينهم واحنا جايين نحميهم واحنا معاهم لاخر. شكرا يا فندم. اقول لكل الشرطه هو ابويا واخويا وابن عمي وابني وكلنا راجل واحد. الشعب والجيش والشرطه والشعب والجيش والشرطه ايد واحده. تمام. كلنا راجل واحد. تقول ايه عن النهارده وتلاحم الشعب مع المظاهرات؟ ثانية حضرتك بس حاجة معلومة عايز اوصلها لاهلي. اهلي هو مين؟ هو الشعب. الشعب واخد بال حضرتك؟ الشعب هو مين؟ هو جاري، هو نسيبي، هو اخويا، هو ابن عمي، هو المشكلة. انا موجود الشرطة لحماية الشعب، سواء اخويا سواء ابن عمي سواء جاري سواء قريب. واجبي بقضيه، عمري ما اظلم حد، عمري ما اذي حد. وارجع واقول اي فئة سياسية دخلتنا مع الشعب مش دخلتنا مع اهالينا ربنا يحاسبها. مدير امن الالويه ما عرضش خروجك النهارده في المظاهرات؟ ما حدش عارضنا لان احنا ما بنعملش وعنده علم بالخروج. طبعا ما حدش عارضنا باي حاجه. السيد مدير الامن والقيادات الداخليه كلها متضامنه مع الشعب. الكلام ده من قبل الثوره مش من بعد الثوره، لان الشعب ده هو اهلنا. هو زي ما قلت لحضرتك اخويا وابن عمي او جاري. واجبي دلوقتي اللبس اللي انا لابسه ده لابسه عشان خاطر ان انا النهارده في اي مشكله في الشارع، لو انا ماشي في الشارع او في خدمه او بتاع حصلت قدام اي مشكله اقدر اتعامل معاها بالحسنى على قد المشكله اتعامل. وانت دلوقتي في راحتك مش معطل شغلك. انت في راحتك مش معطل شغلك. ولو في الراحه برضه حضرتك والعمل احتاجنا مش انا لوحدي، اكيد اي فرد شرطه انا بقول لك العمل يحتاجه اقسم بالله اثناء راحته يعني. ربنا لو في راحه والعمل يحتاجه ما يتاخر، سواء فرد سواء ضابط اي قيادي من قيادات الداخليه. شكرا. بنرجو من ربنا ان الاعلام ينقل الصوره صح. مش القصد حضرتك
الاعلام حلوه والله. في اعلاميين بامانه كل اتعلم الدرس، مش انت لوحدك اللي اتعلمت الدرس. تقول لي حضرتك على باقي الفريق السيسي لو الكومنت شويه. الفريق السيسي ده راجل وطني وراجل قائد، وده كان لازم يحصل من قبل من ساعه الفرص اسبوع، لازم يحصل من يومين ثلاثه، ما يستناش ان الشعب يحصل فيه احتكاك ويحصل فيه موت. لا بس وجهه النظر الثانيه فشل ان مرسي فشل في تقسيم الشعب المصري، سواء كان مسيحيين او مسلمين. انا كان مسيحي، انا وطني ومصري وعايش وسط اخواتي، ومفيش اي اضطهاد، اي تفرقه، ومفيش اي ده فشل. مسلم مسيحي ايد واحده، مسلم مسيحي ايد واحده. مصر القوية والتحامين مع البناوية وأعضاء اللجنة الطبية. تعرف عليك؟ دكتور اسلام عبد المنعم منسق اللجنه الطبيه. دكتور اسلام عبد المنعم منسق اللجنه الطبيه باعتصام محافظه هنا. يعني اللجنه الطبيه دي موجوده لاعتصام، مش خاصه بحزب او فئه يعني؟ لا ما فيش، احنا كلنا نازلين تحت شعار حمله تمرد. بس انا شايف كل اللي متجمعين عند اللجنه الطبيه اعضاء مصر القويه. نوضح اسمنا، احنا كائتلاف احزاب وشباب سوريه قسمنا مش رافع علم او مبين، بس انت معروف ان انت مصر القويه. قسمنا العمل بيننا وبين بعض. دستور تولي التامين، دار شعب تولي التامين، احنا تولينا لجنه طبيه، في مشرفين على الخيام، في منظمين موجود. العمل اتقسم بيننا، الشرط احنا مصريين، مفيش اي انتماء حزبي. هدفنا هدف واحد، رحيل نظام فاسد، نظام كذاب، نظام خلق كل وقت، نظام فاسد. تقول ايه على بيان الفريق السيسي اللي قلت من 10 دقايق؟ خطوه مهمه ومطلوبه، قلنا نتمنى ان هي كانت تحصل من كده. تمام. اتعرف عليك؟ مهندس محمود عبد المعطي، التغطيه الاعلاميه للاعتصام والتغطيه الاعلاميه لمصر بالشبكه المصري. تنتمي لحزب ايه وممثل حزب ايه؟ انا ممثل حزب مصر القويه وشبكه اخبار مصر القويه. تمام. امانه كفر شكر اعتقد؟ امانه كفر شكر محافظه القليوبيه، ونازلين هنا قدام المحافظه عشان نطالب باسقاط مرسي ومكتب الارشاد كله وجماعه الاخوان المسلمين اللي خربت مصر طول الفتره. طب تقول ايه على العنف اللي داير في الشارع وعن حرق مكتب رئيس مكتب الارشاد اللي داير في الشارع المسؤول عنه جماعه الاخوان المسلمين، والمسؤول عنه لا جماعه الاخوان هتحرق المقر بتاعها؟ جماعه الاخوان تعتدي على المقر بتاعها لاثبات ان التظاهرات غير سلميه، لان المتظاهرين اعلنوا بكذا بيان ان بس ظهر على الاسطح هناك في ازايز بنزين ومولوتوف، اعتقد هم مش هيظهروا نفسهم بالصوره دي. المسؤول عن توضيح مين اللي معاه ازايز المفروض وزاره الداخليه تبع المرسي وتبع وزاره الداخليه تبع حكومه هشام الدين، مش مسؤوليه المتظاهرين اللي نازلين في الشارع انهم يكونوا قدام مخدرات وتبحث عن اللي بيعمل بلطجه. شكرا. اتعرف عليك؟ حضرتك بتمثل حزب ايه او حزب مصر القويه. تمام. تقول ايه حضرتك على بيان الفريق السيسي اللي قلته من 10 دقايق؟ هي خطوه مهمه، نتمنى يطلع امبارح بحيث ان ينهي الجمل اللي داير من امبارح